السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأصحاب رجالة الأهلي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. ده وزي كل يوم معانا حبة أخبار إن شاء الله تعجبكم. وقبل ما نروح لأول خبر معانا النهاردة، حابب أفكركم زي كل مرة برضو بالاشتراك في القناة، لايك التمام، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا على أول خبر وما نطولش عليكم أكتر من كده. إليو ديانج يوافق على عرض الأهلي الجديد لتجديد تعاقده مقابل $1,200,000 للموسم الواحد، مع زيادة $100,000 في الراتب من الموسم الثالث إلى الخامس. اللاعب وافق على العرض المادي، لكن هناك خلاف على مدة التعاقد. النادي يرغب في أن تكون مدة التعاقد 5 مواسم من بينها الموسم الحالي، بينما يرغب اللاعب في أن تكون مدة التعاقد 3 مواسم فقط. أزمة رضا سليم مستمرة في الأهلي. ملف رضا سليم لم تشهد أي اتفاق رسمي على خروجه حتى الآن. ربما ينتقل اللاعب خارج مصر حال عدم انتقاله لأي نادي محلي. الأهلي يهمل قاسم باشا التركي 48 ساعة لتوقيع عقود انضمام كوكا إلى النادي التركي. الأهلي يرغب أن يكون $750,000 على قسطين فقط. وقاسم باشا انقطع خلال الأيام الماضية، ولكن بسبب الأجازات في تركيا. أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي عرض على مسؤولي النادي الأهلي دفع 30 مليون جنيه في مقابل الحصول على الاستغناء، وهو ما قوبل بالرفض التام. مسؤولي الأهلي رفضوا مبدأ رحيله بهذا الشكل، لأن النادي الأهلي يريد بيعه بمبلغ كبير مع الاستفادة مستقبلا من الإضافات المالية. حتى الآن الموقف معلق بالنسبة لعبد القادر، قد يتم حسم الملف خلال الساعات المقبلة. من الوارد انتقاله خارج مصر. الأهلي وافق على بيع اللاعب مصطفى البدري لنادي بتروجيت. رسميا اللاعب سمير محمد ينتقل لصفوف نادي بتروجيت إعارة بنية البيع. ياسين مرعي الأقرب بشكل كبير لقيادة الخط الدفاعي للأهلي في التشكيلة الأساسية بجانب ياسر إبراهيم، بعد الإعجاب الكبير من جانب ريبيرو للاعب. خوسيه ريبيرو عقد جلسة مع محمد الشناوي قائد الفريق، أبلغوا فيها بأنه هو الحارس الأساسي وأن نظامه الفني ليس به مداورة في مركز حراسة المرمى، لكن في نفس الوقت يرغب ريبيرو في وجود مصطفى شوبير في أتم جاهزية فنية، لذلك سيأخذ وقت للمشاركة بصفة أكبر من عدد مشاركته بالموسم السابق. كل ما تم تداوله عن نية الأهلي في رحيل أشرف داري غير صحيح. الأهلي متمسك باستمرار أشرف داري، لا يوجد نية لرحيل اللاعب. الأهلي تواصل بشكل رسمي مع اتحاد الكرة للتساؤل حول مديونيات الأندية لدى الاتحاد. الأهلي طالب أن يتم العرض بشفافية حول موقف الأندية والمديونية وآلية تسوية الأندية قبل بداية الموسم، من باب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية. وبهنا أحبابي وأصحاب رجالة الأهلي نكون وصلنا مع بعض لآخر خبر. اللي وصل معايا لآخر خبر دلوقتي حابب أفكره بالاشتراك في القناة، لايك التمام، تفعيل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. أشوفكم بكرة على ألف خير مع أخبار جديدة. سلام.